الجراحة آه، كمان في أمريكا صعبة. تمام. طيب، أنا عارف إن أنت ناشر كتير، ناشر مع ناس أجانب كتير، وده سؤال الطلب. يعني أنت إزاي بتتعرف على الناس دي أو تجيبها منين؟ تمام. الموضوع بدأ إن هو أنا خلاص يعني فترة اشتغلت مع مع ناس مصريين، دكاترة مصريين والكلام ده كله. بس جت بقى الفترة إن أنا خلاص، أنا يعني من أول ما الانترست زاد إن أنا خلاص مش مكمل هنا، أنا مسافر بره. فبدأت إن هو أشوف بقى بشوف دكاترة بره. الموضوع بدأ من تويتر. تويتر هو الدكاترة في إنجلترا أو أمريكا، هو تويتر ده هو مم. عن لينكد إن شوية، هو اللي إيه اللي بيحبوه الفيلد أو السوشيال ميديا بلاتفورم اللي بيحبوه قوي يعني. فبدات ان انا على تويتر بقى اشوف مين الدكاتره دايما اكتف، دايما بينشروا في سواء كان انترفنشن كارديولوجي او كاردياك سيرجري. فبدات ان انا احاول ابعت لهم ايميلز بقى وتختار بقى الدكتور اللي هو سواء كان كمان الناس اللي هي ريسيرش فيلوز، تبدا ان انت تتواصل مع ريسيرش فيلو، لان الريسيرش فيلو ده هو اصلا في مكان عايز ينشر اكبر قدر ممكن عشان يقدر بالببليكيشنز عنده دي يدخل بعد كده نيابه. فدول اللي كانوا المين تارجت بتاعي الصراحه. تمام. ان انا ادور على ريسيرش فيلو في كليات وات ايفر ايه الكليه، او قصدي وات ايفر ايه المستشفى يعني اللي هو شغال فيها في امريكا. وابدا اتواصل معاه اقول له والله انا عندي الانترست في الفيلد، وعندي الخبره الفلانيه 1 2 3 4. وعلى طول يعني هم الناس زي ما بقول لك يعني از لونج از ان هو ريسيرش فيلو هيكون حابب ان هو يشتغل، لان هو حابب ان هو ينتج اكتر. فانت هتوفر له حته الوقت، بالنسبه له انت هتشتغل على بروجكت معاه، فهتوفر له وقت، هتعمل له حاجه ممكن يكون هو مش عارفها يعني، فاهم قصدي؟ فهي الفكره كلها بدات ان هو لازم يكون عندك خلفيه او بيز كويس محترم كويس. مم. ومن هنا تبدا ان انت تتواصل بقى مع دكاتره بره، تقول لهم والله انا بعرف اعمل كذا وكذا وكذا، خلاص هم يعني هتبعت طبعا ايميلات كتير لناس كتير. يعني انا فاكر ان انا ممكن اكون بعت فوق مثلا ال 50 ايميل، مثلا 50 حد، اللي رد عليهم اتنين او ثلاثه، لان هم بس. اتنين وتلاته يعني ماشيين في نفس ان هو واحد ايطالي بس بيعمل كاردياك سيرجري ريسيرش في ييل، في مستشفى في ييل. فبدا ان هو فده بدا ان هو يحطنا على الطريق، بدا يعرفني على الناس، ان هو انه شايف ان هو ايه احنا ماشيين في نفس الحكايه، ان هو برده جاي من بره امريكا وعايز يحاول ياخد نيابه، فبيساعد الناس اللي هي زيه. فاهم قصدي؟ تمام. ف... فبرضه دي نقطه مهمه، ان هو الناس العرب بره بيساعدوا بعض كويس. الناس يعني المصريين طبعا، انت لو تواصلت مع دي النقطه بقى اللي انا كنت جايلك فيها، ان انت تحاول برضه توصل از لونج از انت انترستد. او انا المشكله كانت انترستد شويه في الانترست بتاعي في الجراحه، فالجراحه ما فيش فيها مصريين كتير قوي مم. بره. فدي فكره. بس انت لو انترستد مثلا في النيورولوجي هتلاقي ناس كتير، لو انترستد في الكارديولوجي هتلاقي ناس كتير، انترستد في فيلد البطن عامه هتلاقي ناس كتير مصريين، وكلهم ويلنج ان هم يساعدوا، وكلهم لان هو بعد ازمه الكورونا، بانديميك بتاعت الكورونا، كله خلاص ان هو الريسيرش ده بقى فاهم بقى واخد طياره وطاير. فكله بقى عايز ان هو يبقى عنده publications وبيبرز، علشان خلاص المستشفيات بدات بتقيم. وخصوصا دلوقتي كمان بالنسبه للطلبه كمان ايفن بدا ان هو بعد ما كان اليو اس ام ال بقى باس اند فيل، خلاص بدا التقييم يروح اكتر على الستep 2 وعلى الريسيرش، او السي في بتاعك كبروفايل، بس اهمهم طبعا اهم من الريسيرش. فخلاص بقت هي مصلحه او يعني منفعه متبادله، فاهم قصدي؟ انت من ناحيتك بتوفر له وقته، هو ما عندوش الوقت ان هو يشتغل على الحاجه دي، انت عندك الوقت تقدر تشتغل بيها، انت ممكن يكونش هو عنده السكيل، انت عندك السكيل. ومن الناحيه الثانيه هو عنده الكونكشنز، هو عنده الدكاتره الكبار في المستشفى عنده، ممكن يتواصل معاهم. هو عنده الفند من المستشفى، ممكن المستشفى بتدي فلوس للبروجكتس، فاهم قصدي؟ ف فدي الفكره، ان انت تشوف اول حاجه زي ما قلت لك، انت تبدا هي موجود، هي يعني زي ما اقول لك ايه سلم، فاهم قصدي؟ فانت السلم ده انت بتاخد اول خطوه ان انت تجمع سكيلز على قد ما تقدر، تنشر مثلا خمسه سته بيبرز، خلاص يبقى الخطوه اللي بعديها تبدا تتعرف على دكاتره في الفيلد، وتختار بقى فيلد انت حابه عشان تبدا تتعرف على دكاتره في الفيلد ده، وتبدا تقول لهم بقى والله انا متعلم وناشر وانترستد في الفيلد، فاهم قصدي؟ ان انت الخطوات السلم تمام. دي. فبيجي الدور بقى ان انت خلاص بعد ما انت اتعلمت، انت نشرت، انت انترستد في فيلد معين، خلاص الخطوه ان انت تتواصل بقى مع دكاتره بره، وهم بقى هيحبوا الموضوع، ان انت از لونج از انت برضو شخص بتحترم برضو الوقت، بتتكلم معاهم فعلا بمصداقيه ان انت عندك السكيل دي، يبقى انت لما يديك بروجكت بتايم لاين معين تقدر انت يعني تعمل فعلا السكيلز دي. مش تروح تقول له انا بعرف والله اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ويجي يقول لك اعمل كذا، اقول له طب ماشي، طب هتعلمها، طب انا ما كانش قصدي. فاهم قصدي؟ ف وهناك زي ما قلت لك هو الناس فيري هيلبفول، از لونج از ان انت ان هو ان انت شخص عندك منتج معاهم وشغال معاهم، خلاص هم فيري هيلبفول يعني. فتعاملت مع ناس في امريكا، تعاملت مع ناس في انجلترا، تعاملت مع ناس في بولندا، اتعاملت مع ناس في المانيا، فهو خلاص هو شغل. ايميل
وبتبعت للشخص ده والله انا انترستد في الفيلد، انترستد ان عندي خلفيه، عندي سكيلز، عندي بابليكيشنز، وحابب ان انا ايه اتعلم او اجي ان انا برضو كنت اوبن ان انا اروح اي مكان، انا ما عنديش، انا مم. اسافر اي حته انا معاك. فكنت بتكلم لكل واحد ان انا ما عنديش، انا ويلنج عادي ان انا اتعلم الماني واجي، وكنت فعلا بدات اشتغل شويه على موضوع اللغه الالمانيه واجي المانيا عادي. فكان دي الفكره ان هو كل حد بكلمه خلاص انا انترستد ان انا اجي عندك، فهو خلاص بدأ ان هو يشوف فيك كشخص ان هو يقدر يستثمر فيه، لان انت هتوفر عليه وقت وتوفر عليه حاجات مم. و... وبدل ما يدور بقى، فاهم قصدي؟ انت خلاص انت جيت ايوه ايوه لحد بالظبط. شخص جاهز، مجهز من مجاميعه. ف... مم. فهيقول لك خلاص تمام، وتشو بقى ان انت فعلا ورث الحاجه دي، فاهم قصدي؟ ان هو يعني انت هناك برضو واحد زائد واحد يساوي اتنين، انت ما عملتش الحاجه دي او اتاخرت عليه او يعني هو ما اتكلمتش خلاص، او يعني ما اديتش مثلا فيه اعتذار او حاجه، هو خلاص شكرا. لان هم للاسف واخدين فكره عن عن الناس العرب بشكل عام ان هم ناس على راحتهم خالص، وكلام اكتر من الفعل، فانت حاول تثبت عكس كده خلاص، يعني الموضوع بيمشي كويس يعني. بس وبتحاول بقى تشتغل او بتحاول توصل للناس زي ما قلت لك في الفيلد بتاعك علشان تبقى البابليكيشن شويه في الفيلد بتاعك، تحاول مم. توصل لناس في بلد انت ممكن توصل، او ممكن تكون على الخريطه بتاعتك اللي انت ممكن في يوم من الايام تروح لها، عشان برضو ما تروحش مثلا تكلم حد مثلا في الصين، والصينيين بينشروا كتير، بس ما تروحش تكلم حد في الصين وانت مش عايز تروح الصين، يعني عامل ايه؟ ف... تستفدش حتى، ما بتستفدش من حاجه زي كده يعني حتى؟ يعني هيبقى الاستفادة كلها ان هو بابليكيشن بس، مش اكتر من كده. انها ما ال- بتقدرش تاخد ال- منهم جواب تقريبا او حاجه زي ممكن كده؟ ممكن تاخد منهم ريكومنديشن ليتر انت اه اشتغلت معاهم، ريكومنديشن. او ممكن كمان حتى تسافر لهم لو انت يعني شوف يعني وريتهم انت شخص كويس، تسافر لهم تعمل كمان يعني تعمل روتيشن عندهم في المستشفى. بس انا تمام. بتكلم ان انت الحاجات دي كلها لو انت عايز تكمل في التراك بتاع الصين، فاهم قصدي؟ لو انت عايز تقعد تمام هناك تمام. خلاص، لا الحاجات دي هتفيد جدا. فوفر بقى الحاجات دي في بلد انت عايز تروحها تشتغل مع دكاترة، لان هو العالم مبني على العلاقات شويه، ان هو مم. انت كويس، انت بتعرف تعمل الحاجه دي، بس انت از لونج از انت عندك كونكشنز او معارف او علاقات في اكتر من مكان، خلاص يعني. حتى هو برضو لما تكون عندك لدكتور، ممكن تلاقي الدكتور ده مش انت كويس معاه شغال كويس، حد جه يكلمه هيبعتك للشخص التاني يقول لك اه ده انا احمد اثق فيه مثلا، او اشرف انا عرفت ان هو بيعرف يعمل الحته دي كويس، فاهم قصدي؟ تمام. وتحاول بقى تبقى دايركتد بقى يعني نكون شغالين بذكاء شويه، يعني ان هو ورك سمارت نوت هارد، يعني ان انت تشتغل بذكاء، ان انت تروح مكان انت عايز تبني فيه كونكشنز، تبني فيه علاقات، علشان ليتر اون انت ممكن الدنيا تاخدك وتروح الحته دي، فخلاص يبقى انت عندك اوريدي الناس اللي انت عارفهم هناك يعني. تمام. النقطة التانية حابب أضيفها إن هو الطلبة اللي زينا في البلد التانية، اللي أنت حابب برضو تروح، اتعرفت على طلبة من إنجلترا، اتعرفت على طلبة من أمريكا، لان هم برضه نفس الحكايه، هو ماشيين في نفس التراك بتاعك، هم لسه بيتعلموا، ممكن يكون اصلا من واقع اللي انا اتعاملت معاهم، انا ما اعرفش برضه، انا بحكي من الواقع اللي انا اتعاملت معاهم، ان هم كانوا ما عندهمش مثلا خلفيه كبيره في الاحصاء مثلا، بغض النظر ان انا عايز اقول لك ان ان اصغر حد ممكن يكون بادئ لسه في تراك الريسيرش في مصر هنا يكون عنده خلفيه كبيره في الاحصاء عنهم، فاهم قصدي؟ ان هم بيبقى عندهم المستشفيات بتاعتهم، بيبقى عندهم حد كده اللي هو اللايبريان ده، اللي هو الشخص المسؤول عن المكتبه، هو الشخص معاه شخص احصائي بيعطوا له البحث بتاعهم ويعمل لهم الاحصاء يوم ما يفضى، عشان دول طلبه. فانت بقى لو كنت انت حلقه البازل اللي ناقصه دي ان انت بتعرف تعمل احصاء، مم. فاهم قصدي؟ جميل ده. فاهم؟ فدي الفكره ان انت دكاتره او طلبه، والطلبه برضه نفس الحكايه، ان انت متعامل مع طالب برضه، انتوا الاثنين ماشيين على نفس التراك، والطالب برضه ده انت هتفيده ان انت تنجز البروجكت بتاعه، وتوري له ان احنا والله ممكن تتكلم عن احنا، انا بعرف اعمل، انت بتعرف تعمل كذا، انا بعرف اعمل كذا، خلاص نكون جوين فورس كده مع بعض ونعمل اكتر من بروجكت. والطلبه من ناحيته هناك انت بقى هيوصلك بالدكتور اللي هناك، فاهم قصدي؟ ان تمام. الطالب ده سهل جدا يوصل للدكتور، انت صعب توصل له، ان انت بينك وبين الدكتور ايميل، هو بينه وبين الدكتور هيتمشى يوصل اخر الطرقه للدكتور يتكلم معاه. ف... تمام. فدي الفكره ان هو دكاتره وطلبه، بس انا شايف الصراحه اهم يعني الاحسن ان هو الطلبه والدكاتره برضو ديت، يعني برضو حاجه كويسه، الاثنين كويسين يعني، از لونج از انت بتتعامل مع ناس بي ابريشيت الشغل اللي انت بتعمله والكواليتي اللي انت بتطلعها والتايم بلان، ان هو من البروجكت اللي هيبدا هو هيخلص، مفيش بروجكت بيبدا ويقف في النص كده، فاهم قصدي؟ ف... فدي الفكره يعني. بس تمام. طيب كان في سؤال نسبة كام من الريسيرشز اللي انت بتشتغل عليها بتقدر انت تنشرها؟ اه
تمام. اه، ما ده اللي انا بكلمك فيه بقى، ان هو برضو تاني ان انت وانت لسه في بدايه الموضوع، ما دونت اكسبكت ان انت مثلا تنشر كتير من اللي انت تشتغل عليه. انت زي ما قلت لك كده، انت بتدخل، وانا يعني كان بالنسبه لي انا بدخل البروجكت ده علشان اتعلم منه حاجه جديده. انا اتعلمت منه حاجه جديده خلاص، ده اللي انا محتاج، انا ساتسفايد كده، انا مرضي باللي انا اتعلمته، واز لونج از ان انا اتعلمت حاجه جديده وحاجه كويسه وحاجه تفيدني بعدين، خلاص. وات ايفر اتنشر ولا ما اتنشرش، حلو الكلام. بس طبعا هو كل واحد يعني يامل ان هو يكمل او يعافر قد ما يقدر ان هو يتنشر. بعد كده بقى بتيجي بقى فتره ان انت خلاص انت عندك السكيلز وجاهز خلاص انت تدخل اي بروجكت، فانت تقيم بقى البروجكت قبل ما تدخل، ان انت البروجكت ده فعلا آه، لو معمول زيه ولا لا، حد نشر عليه ولا لا، متسجل على يعني مثلا لو سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس بيبقى فيه مواقع زي البروسبيرو، وفي موقع اسمه او اس اف، دول بيبداوا ان هم يسجلوا عليهم البحث السيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس قبل ما يبداوه. فتشوف بقى هل هو متسجل اوريدي ولا لا. انت مفيش حاجه متسجله، يعني الناس دول خدوا خطوات عنك، او الناس دول بادئين اوريدي في البروجكت، فانت ما تروحش بقى تبدا لي البروجكت نفس الفكره ونفس كل حاجه. ف... فهي الفكره ان هي مش نسبه قد ايه، يعني بيتنشر على قد ما هو، هي بتبقى برضو انت بتبقى قاري شويه لقدام هل البروجكت ده هيكون مع الوقت طبعا ومع الخبره هتيجي ان هو هل البروجكت ده اقدر اشتغل عليه، هل الناس اللي معايا دي نقطه مهمه جدا. الناس اللي معايا دول هم كلهم ناس يعني بيحترموا الوقت، كلهم ناس معروف عنهم ان هو بروجكتس يعني بتشتغل معاهم في بروجكت، فالبروجكت ده اكيد هيتنشر، ولا الناس معروف عنها ان هم مثلا بيتماطلوا شويه ما بينشروش، ممكن تدي لهم بحث يتاخر شويه في الرد عليك، او يتاخر في السبمشن بتاع البحث او وات ايفر. فدي الفكره، ان هو التيم ممبرز دي خطوه مهمه جدا في ان انت تنشر قد ايه. طبعا خطوه ان انت تتعلم طبعا، يعني انت اتعلمت السكيلز، بعد كده تيجي بقى تختار التيم ممبرز الكويسين، فتحط نفسك في جروب اللي هو برودكتيف عمال ينتج كل شويه، والناس اللي فيه كلهم عندهم نفس الهدف، ان هو البروجكت اللي هنبداه هننشره، فاهم قصدي؟ وتحاول بقى تستغل بقى كل بروجكت على قد ما تقدر، يعني ان هو ازاي ان انا البروجكت دي حاجه انا بشتغل مقتنع بيها، ان هو البروجكت ما ينفعش يبقى بيبر وخلاص كده البيبر دي تتنشر وخلاص. لا، البروجكت ده ممكن يطلع منه ليتر تو اديتور، ان هو تبعت ملخص صغير ليه للاديتور او المحرر بتاع المجله. البروجكت ده ممكن تقدمه في مؤتمر، ممكن تقدمه في مؤتمر انترناشونال، مؤتمر ناشونال عندك هنا في مصر، فانت كده شوف بروجكت طلعت منه باكتر من حاجه، طلعت منه مؤتمرين، واحد ناشونال واحد انترناشونال، طلعت منه بابليكيشن، طلعت منه ممكن ليتر تو اديتور. فممكن البروجكت كمان يكون كبير شويه، ان انت تطلع منه بفكره تانية، تحاول على قد ما تقدر برضه تستغل نفس الاوراق اللي انت معاك ديت اللي انا شغال عليها البروجكت ده، ان انا طب هل في فكره تانية ممكن تطلع من نفس الاوراق ولا لا، فاهم قصدي؟ تمام. آه، بس فنسبة قد ايه ديت هي بتبقى فاريبل على حسب انت في انهي ستيج من طريق الريسيرش. ف... فانت مثلا في البدايه زي ما قلت لك كده، تبدا مثلا انت يعني الربع، خلينا نبقى متفائلين شويه، بال 25%، بعد كده بتعلى تحول انت، فخلاص انت جيند السكيلد، فخلاص انت تحاول على قد ما تقدر تدخل، فتبدا برضو في بدايه الطريق اكيد هتقابل ناس هم راسمين الصوره ان هم خطيرين وبينشروا وجامدين، تدخل معاهم تلاقي مثلا لا هم مش قد كده. فخلاص انت الفتره الثانيه دي ممكن نقول 50%، عشان انت هتواجه قدام كل واحد حلو، هتواجه او هتقابل قدام واحد وحش او اتنين وحشين، او يعني مش حكايه وحش، ان هو حد بطيء شويه في البروسيس. تمام. ولحد ما توصل بقى خلاص انت رسيت على ثلاثة أربعة، انت دول اللي انا بشتغل معاهم، زي كذا وكذا وكذا وفلان. يعني انا دلوقتي في فيز دي هو خلاص هو معروف، هو في انس في القصر العيني، وشاهين في اسكندريه، وحد عندي في الكليه اسمه احمد السيد، احنا ثلاثة أربعة هم دول اللي انا معروف اشتغل معاهم. تمام. غير كده خلاص شكرا، انا عارف دول هم وانس احنا بدانا بروجكت فهو هيخلص البروجكت. آم، ف- فبتوصل بقى الفيز خلاص، انت بتوصل ل 80 90% اللي انت بتبداه بتنشره، وفي 10% اللي هي بقى بتبقى يعني ظروف ان هو سينيور مثلا، اتكلمنا مع دكتور مثلا ان هو يكون سينيور اوثر معانا على البيبر مثلا، وما ردش لحد دلوقتي او متاخر في الرد، فاهم قصدي؟ لحد ما بيبر تانية طلعت زينا. يعني دي طريقه ممكن تلاقيها، ممكن تلاقي انت بعد ما اشتغلت في حاجه تلاقي بيبر طلعت زيك، هم مثلا ما كانوش مسجلينها او ما كانوش عم يعني قايلين عنها حاجه، فانت هنا بقى ايه، ده بروجكت مثلا وقع. از لونج از برضو ان هو انت مقدم مجهود في البيبر، برضو ممكن تقدمها برضو في جورنالز، وتلاقي الجورنالز اكيد كده كده هتقبلها، بس انت بتنزل الاكسبكتيشنز بتاعتك شويه، ان هو بدل ما انا كنت هقدم في جورنال عالي، لا انا بدل ما الناس طلعت زي للاسف هقدم في جورنال اقل شويه. بس ممكن برضو تاني ان انت تزود مثلا بيبرز، او تستنى على البيبر على البروجكت ده شويه. انا بتكلم كله في ريليتد للسيماتيك ريفيو ميتا اناليسيس شويه يعني، او الكلام دايركتد في الحته دي، لان انت شغلك لو برايمري
عادي بتنشرها عادي، مفيش حد يطلع يعني يعني انت لو عندك كيس ريبورت، كيس سيريس، بتشتغل على كوهورت ستادي، بتشتغل على راندومايز كنترول ترايل، بتشتغل على اي حاجه من الحاجات دي، تقدر انت تنشر، ان هو بالطبيعه ان انت هتكون انت اول حد يفكر في الفكره يعني. او البرايمري ستاديز مش بتواجه مشكله او عناء في النشر على زي سيستماتيك ريفيو، خصوصا لو طلع حد نشر نفس الفكره بتاعتك. تمام. فبالنسبه للسيستماتيك ريفيو، انت ممكن بقى تعمل لها، تستنى شويه تعمل لها ابديت او تزود عدد الدراسات اللي فيها. ممكن تدخل مثلا ارم جديد او علاج جديد او دواء جديد في المقارنه بتاعتك. ممكن تقلب اصلا بدل السيستماتيك ريفيو تخليها مثلا نتورك ميتا اناليسيز، اللي هي بتقارن اكتر من دواء مع بعض او اكتر من عمليه مع بعض. فاهم قصدي؟ بس فهي دي البروسيس، ان انت تشوف انت فين، وتحكم بقى على، زي ما انت قلت، انت بتنشر قد ايه، برسنتج قد ايه من اللي انت بتشتغل فيه بتنشر. فاز لونج انت صغير لسه بتتعلم ولسه ما عندكش السكيلز الانف، خلاص لا عادي يعني، ارضى زي ما قلت لك كده، از لونج از انت بتتعلم وبتعرف حاجه جديده في كل بروجكت، خلاص انا ساتسفايد وات ايفر ايه البرودكت طلع ببلشد ولا لا. فاهم قصدي؟ آم، بس لحد ما ترسى بقى لطيف. على السمول جروب بتاعتك يعني. السمول جروب بتاعك كده، الحلقه الصغيره انت بتشتغل معاهم دايما. تمام، وفيت والله في إجابة السؤال، يعني أنا استفدت جدا يعني. طيب، ربنا يخليك. ناوي على إيه بعد بعد ما تخلص إن شاء الله يعني؟ هو سؤال يعني، هو سؤال زي كبير هدف صراحة. كده بس آه. يعني. مم. هل ناوي إن أنت آه. تسافر تبقى على ريسيرش الأول، ولا تسافر تحضر المعادلة مم. وتسافر على طول، ولا تسافر تحضر المعادلة هناك؟ بص، هو برضو هي انت بتمشي، فاهم، بس انت بتسعى وربنا نعم بيسهل بس، او ربنا بيكرم من عنده يعني. انا بيرسونالي ماشي ان انا احاول على قد ما اقدر اخلص المعادله قبل في الامتياز. علشان التراك، سواء كان برضو، انت برضو بيختلف من شخص، ان هو هو تارجتنج مثلا التراكات اللي هي البطنه ولا تراكات الجراحه. لو احنا بنتكلم على وبرضه البلد، يعني موضوع فكره الريسيرش دي مش موجوده غير في امريكا. لو انت متجه ناحيه انجلترا، متجه ناحيه المانيا، متجه ناحيه استراليا، انت هناك سواء كان انت محتاج بطنه او جراحه، انت على طول اول ما تخلص بتعمل معادله وتسافر على طول تبدا التريننج بتاعك والشغل بتاعك. يعني فكره الريسيرش ديت هي لو انت تارجتنج امريكا، وتارجت امريكا ناحيه الجراحه، لان تارجتنج امريكا ناحيه البطنه. لو انت السي في بتاعك فيه 2 3 بابليكيشنز، عامل شويه اكسترا كوريكولم اكتيفيتيز زي مثلا جماعيه او حاجه، خلاص انت ممكن تدخل تراك البطنه عادي بسهوله جدا. عملت المعادله بتدخل تراك البطنه على طول. ف... تمام. فدي بيزد على اللي هو ان انا خلاص انا هشوف هتارجت بطنه ولا جراحه. انا الفتره دي صراحه عشان ما اكذبش عليك ان هو مايل اكتر، خصوصا كنت من فتره قريبه من 3 شهور تقريبا كنت في مؤتمر للانترفنشن كارديولوجي تمام. في انجلترا. فكان ده شدني شويه من الجراحه ناحيه البطن، انا شدني شويه من الكاردياك سيرجي ناحيه الانترفنشن كارديولوجي. ف... فلو انت بتتكلم بقى على تراك امريكا وتراك البطن، فانت بتحاول تخلص المعادله على قد ما تقدر في سنه الامتياز بتاعتك، وبتقدم على الماتش على طول. وان شاء الله تيجي لك ماتش في بطن يعني. فده اللي انا بلاننج ان انا اخده واعمله يعني التراك ده. لو في ظهر سموير في النص ان هو حاجه شدتني تاني للجراحه، فهتضطر بقى تمام. انت طبعا تسافر ايه، ريسيرش يعني سنه او سنتين. وشايف ان هو لو انت عندك publications، عندك السكيلز، تقدر ان شاء الله يعني توصل لبيد بوزيشن. فدي الفكره، وخصوصا ان الريسيرش مش انا شايف ان هو او السنه اللي انت تعملها ريسيرش مش اللي هي في ناس بتفتكر ان هي بتضيع وقت او كده. لا، انا مش شايف ان حتى لو انت ممكن تارجتنج بطنه، ممكن تعمل سنه ريسيرش ديت ان هي تعليك بابليكيشنز. فاهم قصدي؟ ان انت تعليك تمام. كونكشنز، انت تعرف على ناس، تعليك بابليكيشنز، هتدخل اكتر في الفيلد. حتى لو انت تارجتنج بطنه ومش عايز تاخد يعني تارجتنج بطنه وعايز في مكان عالي، تدخل بقى تاخد سنه ريسيرش برضه بطنه. زي ناس كتير في الفيلد ريسيرش في مصر يعني عاملين نفس الحكايه وبداوا تارجتنج بطنه، واخدين ريسيرش يعني، زي دكتور عبد الرحمن ابو الشوك اكيد، بتعلم منه كتير. فبرضه فاهم قصدي، انت عشان هو انت تارجتنج ليفل عالي من البطنه وعايز في مستشفى عاليه، خلاص انت اعمل معادلتك واخد سنه الريسيرش بتاعتك، وكده كده انت بتاخد مرتب عادي ان شاء الله تكون بيد يعني، فتاخد مرتب انت في الفيلد بتعمل كومبليكيشنز، فتبقى داخل الماتش
بابليكيشنز كتيره بعلاقات كبيره وكونكشنز في كذا حته. وغير طبعا مش هيكون زي حد جاي من مصر طازه على طول على الماتش يعني، فما يعرفش أكيد. حد هناك قوي، مش ناشر مع ناس هناك قوي. الاثنين كده كده هيوصلوا في الاخر الماتشنج، بس الفكره ان هو ده هيوصل مثلا في مستشفى اعلى، ده هيوصل في مستشفى اقل شويه. فكل واحد بقى يعني اولوياته. في ناس ممكن تقول لك لا انا عايز اسافر اشتغل على طول، اقبض حبه حلوين في الماتش بتاع البطن على طول، مش عايز اقعد بالفلوس الريسيرش القليله. فدي برضه اولويه. خلاص هو في ناس ممكن يكون ساتسفايد وات ايفر، هو خلاص هو شايف ان هو اي مستشفى في امريكا كده كده يعني، هو تفكيره صح ان هو اي مستشفى في امريكا احسن كتير من قاعد في مصر. فخلاص هيروح على اي مستشفى في امريكا. وخلاص يعني فاهم قصدي. بس يعني خليك او انا بيرسونلي، وبرضه نصيحه بديها لكل الناس ان هو خليك انت ايمينج هاي. يعني أنت فاهم زي ما بيقولوا كده. آه مش عارف المثل قوي بس يعني ايه كان بيقول لك صوب ناحيه النجوم، فاخطات هتصيب القمر حاجه زي كده او العكس يعني. ف... ف... فدي نفس الحكايه انا مش عارف بس. فكنت تمام. بقول لك ان هو بيزد على الشخص مختار انهي تراك. لو انت مختار تراك البطنه وساتسفايد اللي انت عايز تسافر تشتغل على طول، مش حابب تقعد سنه ريسيرش، ممكن تعمل كده. حابب انت تقعد سنه ريسيرش دخلك هيكون اقل، هيكون في ضغط ان هو هعمل ماتش ولا مش هعمل، ان انت بتاخر نفسك. برضو في ناس ممكن تكون حابه كده برضو فاهم قصدي. فكل واحد بيشوف هو مايل لايه او يعني حابب ايه. بالنسبه للتراك بقى ده بالنسبه لتراك البطنه. بالنسبه للتراك بتاع الجراحه، زي ما قلت لك ان هو في البلاد كلها انت ممكن عادي تبدا ان انت تعمل المعادله بتاعتهم، تروح تبدا التريننج بتاع الجراحه بتاعك. في امريكا بيبقى شويه في ان هو لو يعني عايزين نبص نظره تفاؤليه شويه، ان هو انت الشخص اللي هو جاي مش طالب امريكي، حتى الطالب الامريكي برضه يعني بيحتاج في اغلب الاحيان عشان يدخل تراك الجراحه لسنه ريسيرش. دي برضه نظره تفاؤليه لو ما كانش سنتين او اكتر يعني. بس ان شاء الله يعني ايه، الشخص المصري معروف ان هو زي ما بيقولوا كده حرك، فيروح هناك سنه ريسيرش يبدا يظبط حاله مع الدكتور، يتواصل مع الدكتور في ان هو يعمل معاه ابلكيشنز كتيره. والله انا حابب المكان، عايز ابقى معاك في المستشفى، ويدخل التراك. يعني اعرف ناس كتير مش مصريين بس هم ناس اجانب مش امريكان، اللي هو بيسموهم انترناشونال ميديكال جرادويت اللي هو IMG. عاملين الموضوع ده او بيعملوا الموضوع ده ان هو بيروح يقعد سنه ريسيرش، بيحاول في السنه دي على قد ما يقدر يكون علاقات مع الدكتور لو شغال معاه، يعمل بابليكيشنز كتيره ويشتغل بقى، يدخل بقى يقدم ماتش ويحط المستشفى او البروجرام بتاع المستشفى ده كاولويه بالنسبه له، ويدخل على طول في الموضوع ده. فهو موضوع ريسيرش مش متعارف عليه غير في امريكا. بره امريكا بيبقى موضوع الا بقى لو انت عايز تراك اللي هو الاكاديميك، ان انت عايز تعمل ماسترز وتعمل PhD في انجلترا بقى بيبقى في برضه انت في حاجات ريسيرش بوزيشن تقعد هناك تعمل ماجستير تعمل دكتوراه. دي رسائل بقى، رسائل ماجستير رسائل دكتوراه. مش معروف او يعني مش متعارف ان انت تقعد في مستشفى تعمل ريسيرش او كلينيكال ريسيرش او بيزك ساينس ريسيرش مع دكتور زي ما هو في امريكا موجود ومنتشر ومتعارف عليه في كل المستشفيات فاهم قصدي. بس فدي فكره ان انت لو مال تراك البطنه او او اي حاجه بقى ليتر اون من البطنه، انت بتدخل تلف في كل الفيلدز بتاعت البطنه، وبعد كده بتعمل فيلوشيب بقى في التراك اللي انت مايل ليه. فلو حد زي حالاتي كده ممكن يكون الفتره دي انا دلوقتي مايل انترفنشن كارديولوجي، فمايل شويه للتراك بتاع البطنه، فهيبقى تخلص معادلتك as soon as possible. لو انت خلاص حطيت يعني السفر كأولوية أولى يعني، تبدأ إن أنت تشيل شوية من وقت الريسيرش، تشيل شوية من وقت الكلية، وتحط الوقت المعادلة، تخلص المعادلة بتاعتك. شكرا سلام عليكم، سلام عليكم مصر، وتروح رايح على طول. سواء كان أنت عايز تعمل زي ما قلت لك كده يعني ريسيرش ولا لا. بس أنا البلاننج ده ما عملش ريسيرش الصراحة. سنة ريسيرش لو انا تارجتنج بطنه. لو انا تارجتنج لو غيرت يعني في النص اللي اكون تارجتنج راحه، فاجباري هتعمل سنه او اكتر ريسيرش يعني. بس تمام. فبس دايما دايما ايه نبص كده ان احنا عايزين يعني تاخد الماكسيمم من كل حاجه. انت بدل ما انت تتغرب بقى في مكان ايه يعني زي ما بيقولوا كده مكان مستشفى كويسه، يعني التريننج فيها كويس وتقيل ومعروف، وهيطورك وهيعلي منك. زي ما بيقولوا بقى مش عارف مثل ولا حكمه ولا ايه، بيقول لك يعني صوب نحو القمر، فإن أخطأت فحتما إيه ستصيب النجوم. فهي كده صوب نحو القمر، وزي ما ربنا بقى يشاء ويريد. جيت على القمر خير وبركة، ما جاتش على القمر هتيجي على النجوم يعني. تمام. بس طيب. فده بالنسبة حلو. للفيوتشر القريب. طيب. فاضل مثلا احنا عايزين نعرف يعني ازاي الطالب المصري ممكن يكون مميز شوية عن الطالب الموجود بره.
وايه اللي هو محتاج يتعلمه في الاساس، يعني كبدايه. يعني انا بكلمك دلوقتي في واحد لسه ملوش اي علاقه بالريسيرش، ايه اول حاجه مم. محتاج ان هو يتعلمها؟ تمام. لو هنتكلم في خلينا في الجزء الثاني من السؤال ان هو عايز يتعلم ايه، انا شايف من وجهة نظري ان هو الكتابة كبداية دي حاجة كويسة، ان انت تكون شخص بيعرف يكتب كويس. في كتير ناس بتبقى عايزة ناس تدخل بروجكتس عشان تكتب، في كتير ناس عايزة تدخل بروجكت، او يعني حتى مش شرط بروجكت مقابل اوثرشيب، ممكن فريلانس بيبقى طالبين ناس تكتب. شايف الكتابة دي سكيل مهمة، وسكيل تبدأ بيها، هي في نفس الوقت سهلة وفي نفس الوقت مهمة، فاهم قصدي؟ تقدر تطور نفسك بيها بطريقه سريعه، لان انت ببساطه شديده انت البيبرز، انت دلوقتي انت عايز تكتب ساينتفك رايتنج او تكتب كتابه علميه علشان البيبر تتنشر. طب ما انت تدخل على باب ميد ضغطه زرار هيكون عندك آلاف البيبرز المنشورة، تعرف تشوف يعني دي كلها آلاف الإكزامبلز اللي أنت ممكن تاخدها وتبني عليها وتعمل زيها، فاهم قصدي؟ فدي الفكرة، إن أنت موضوع الكتابة التمرين عليه، وإن أنت تبقى شايف قدامك الفيلد موجود، يعني فاهم؟ زي ما بقول لك كده، تدخل على باب ميد أنت عايز تكتب اي سيستماتيك ريفيو، خلاص طب انزل نزل أي سيستماتيك ريفيو منشورة في جورنال محترم، شوف بيكتبوا الباحثين بيكتبوا ازاي سيستماتيك ريفيو، بس كده خلصت يعني. والله في الديسكشن بتاعتهم بيناقشوا ايه، تشوف انت في الديسكشن بتاعتهم بدأ الديسكشن ازاي، بدأ يناقش ايه، المشكله ايه، فانت تحاول تاخد نفس السيناريو ده على المشكله او السؤال البحثي بتاعك او البروجكت بتاعك، فاهم قصدي؟ فالكتابه كويسه، وتبدا بقى زي ما قلت لك ان انت تحاول تدخل في بروجكتس مختلفه على قد ما تقدر، يعني حاول مثلا تنزل عندك المستشفى تسأل الدكاترة هل عندكم كيس ريبورت، هل في حالة رير جت اقدر اكتب لكم عنها، حتى لو انت ما تعرفش تكتب، يعني هو كده كده انت ما بتعرفش تكتب هتكون احسن من الدكتور اللي هناك، اللي هو يعني هو ما عندوش الوقت. فهو مستني حد يعني يتواصل معاه، انت هتكون بتوفر له الوقت والكتابة، وهو يساعدك من كلينيكال اكسبرتيز بتاعته، وانت من ناحيتك هتبدا انت تشوف بقى، تنزل من على البيبرز، من على الباب ميد بيبرز عن الكيس ريبورتس، وتبدا تشوف بيكتبوا ازاي الكيس ريبورت وتبدا تتعلمها. فدي من كيس ريبورت، كيس سيريز، تحاول تدخل في بروجكت مثلا كروس سكشن ستدي، اي نعم هي منتشره دلوقتي كتيره، وكل واحد عايزين كولابريتور من المستشفى دي، عايزين كولابريتور، حاول انت تدخل كولابريتور، بس تحاول او يعني تشارك معاهم في البحث، بس تحاول توصل انتوا بتعملوا ايه بقى في الكيس ريبورت ديت، قصدي سوري كيس سوري الكروس سكشن ستدي دي بتعملوها ازاي، ايه الخطوات المبدئيه بتاعتها، ازاي بنجهز الاسئله، بنجيبها ازاي بنعمل جوجل فورم، ازاي فاهم؟ تحاول ان انت تدخل as much as you can بروجكتس كتيره مختلفه عشان تتعلم في كل البروجكتس، وفي كل يعني كل ما تدخل كل بروجكت تبدا تتعلم كل حاجه فيه من A to Z، فاهم قصدي؟ فانت كده هتدي لنفسك سنه ونص سنتين هتكون طالع منهم ان انت اشتغلت على كل البروجكتس او كل الانواع الريسيرش ديزاين زي ما بنقول، وتعلمت كل الخطوات فيهم، فانت جاهز لاي اي حاجه تجيلك انت جاهز ليها يعني. فشاف البدايه ان هو الكتابه، تعلم الكورس بتاع كوكرين بتاع سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس، خصوصا ان احنا كطلبه يعني ما عندناش الرفاهيه ان احنا نشتغل على حاجات ريسيرش يعني غير السيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس، فهي المطلوبه، وهي اللي فيه فرص عمل فيها كتير على الفيسبوك واكتر من مكان، يعني تقدر تلاقي فيه فرص، هتلاقي دايما الفرص دايما سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس، فممكن تتعلمها من خلال، في ناس بتدي كورسات للسيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس زي دكتور نجيده، وفي ناس ممكن تلاقي بتفضل تتعلم مثلا على اليوتيوب، هتلاقي كورسات سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس على اليوتيوب، في على كورسيرا يعني ايه. وفي برضو كوكرين زي ما قلت لك في اول فيديو خالص، منزل ازاي تتعلم سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس من A to Z، بما ان هي يعني الحاجه زي ما قلت لك، هي الحاجه اللي ممكن كطلبه البروجكتس دايما اللي بنشتغل عليها معظمها سيستماتيك ريفيو، في انواع جديده بقى طلعت من زي سكوبنج ريفيو يعني، وزي ريفيو ارتكل وامبريلا ريفيو، حاجات كده جديده ممكن انت يعني مع الوقت ومع ان انت اشتغلت مع حد مثلا في بروجكت سيستماتيك ريفيو، تقول له انا وشاف شغلك كويس، تقول له انا عايز لو عندك بروجكت تاني شغلني معاك فيه، هيشغلك في بروجكت تاني، وتحاول برضو تقول له ان انت لو عندك بروجكت تاني غير السيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس انا ويلنج ان انا اشتغل فيه، بحيث يبقى انت خلاص انت حته السيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس ديت آه، يعني انت ما عندك خلفيه عنها خلاص، انت وتقول للشخص اللي انت اشتغلت معاه ده لو عندك بروجكت تاني مثلا حاجه تانيه جديده، انا عايز حابب اتعلمها حابب اشتغل فيها، تقدر من هنا بقى ايه يعني، هو بروجكت تجيب التاني شخص بتعرف عليه تبقى كويس معاه ووضحت له، او يعني بينت له بالشغل بتاعك فان انت شخص كفء يعني، او يعني شخص بتعتمد عليه، فيقدر يدخلك معاه في بروجكت تاني والتالت، لان انا بقول لك
هو الفيلد اصلا مطلوب ناس كتير، وفيلد لاكن كتير جدا. فانت لو اي حد فينا وانس ان هو لقى حد كويس وبيشتغل وبيطلع شغل كويس وبيبذل فيه مجهود، هيمسك فيه بايديه واسنانه. يعني محدش مش هيرضى يشغله، فاهم قصدي؟ وهيلاقي ده بالعكس، ممكن يبدا ان يرشح له ناس ويقول له والله انت لو، يعني في ناس بتيجي تسالني تعرف حد مثلا بيعرف كذا كويس؟ اه في حد انا اشتغلت معاه كان كويس، اروح اكلمه، فاهم قصدي؟ فهتلاقي الناس اسمها ايه ديت، بترشحك لناس تانية، وانت الناس اللي اتعاملت معاهم انت ما تسالهم لو في بروجكت هتدخل فهو العجله بس تدخل وسط البدايه دي، تستحمل شويه لحد ما البدايه تيجي والعجله تلف، فخلاص العجله هتدور وتنطلق يعني. فده بالنسبه لسؤالك على ان الطالب بيبدا ازاي. هو الفكره ان هو السؤال بقى يكون، او يعني الاجابه هتكون ابدا، وابدا باي حاجه وخلاص هي العجله هتدور لوحدها. من ناحيه تانية بقى، الطالب المصري او الطالب يعني عامه او خلينا نتكلم طالب مصري بيختلف ايه، او ايه الميزه عنه عن الطالب الاجنبي بره. انا شايف يمكن احنا عندنا ميزه شويه واحنا مش مستغلينها او مش واخدين بالنا منها، ان انت كونك انترناشونال ميديكال جرادويت، او كونك شخص من بره امريكا. في بعض عشان برضو ما بقاش بتكلم بشكل عام قوي، في ممكن نقول مثلا 50% من الناس، او 50% من الدكاتره يعني اللي هم بروجرام دايركتور او الشخص اللي هو مدير المستشفى اللي انت هتشتغل فيها، بيحب الطبع ده، بيحب ان هو في مستشفيات اصلا بتلاقيهم هم دول بيشغلوا انترناشونال ميديكال جرادويتس بس. تقدر انت تستغل الميزه ديت هنا بقى، ان انت لان هم شايفين ان انت شخص سايب وطنه وسايب بلده وعيلته والكلام ده كله، جاي رايح بلد جديده. فانت بياخدوا انطباع على طول اوتوماتيك ان انت شخص، لا انت شخص عندك يعني العزيمه، وعندك المثابره، وعندك وتشتغل على نفسك. وشايفين طبعا كمان السي في بتاعك فيه سكيلز مثلا ريسيرش في ثلاث اربع بابليكيشنز، فهم بياخدوا فكره ان انت لا ده شخص شغال على نفسه، شخص ما اكتفاش بالوضع اللي هو فيه وعايز يطور من نفسه. فدي ميزه يمكن احنا غافلين عنها. وبتقول يا عم الطلبه الامريكان بياخدوا، طبعا هو الطلبه الامريكان بيبقى لهم الاولويه، بس في اماكن وفي دكاتره وفي ناس بيفضلوا الطلبه اللي هو من بره امريكا، لان هو بيبقى عارف زي ما قلت لك ان الطالب ده هارد وركر يعني زي ما بنقول. ف فدي الميزه. زائد بقى زي ما قلت لك كده ان هو هناك امريكان شويه بيبقى ما عندهمش، او احنا الميزه الثانيه هي ميزه ان هو احنا عندنا الحماس او اللي هو الدافع ان انت تنشر وتشتغل على بروجكت والتاني والتالت. فالحماس ده اوريدي برضو موجود، حاول تستغله وتطور منه، لان هو مش موجود عنده، لان هو عارف خلاص هو قاعد هيخلص اليو اس ام بتاعته وات ايفر. احنا بنتكلم على تراك امريكا يعني، او بنتكلم على تراك بتاع انجلترا. خلاص هو في المستشفى دي، فبالتبعية يدخل في انجلترا، بيروح داخل تريننج جوب على طول، ويدخل المستشفى يكمل فيها تمرينه. زي احنا عندنا كده، خلصت طب مثلا من عين شمس، تدخل نيابتك في عين شمس على طول بالتبعية. هناك نفس الحكاية، انه هيخلص يو اس ام دي مثلا في امريكا، هيعمل ماتش في المستشفى اللي هو او كلية الطب بتاعته في المستشفى، يعمل ماتش فيها او يروح مستشفى تانية. فاهم قصدي؟ فهو احنا عندنا ميزه ان انت اصلا واخدين عنك فكره ان انت شخص، بما انك قطعت المسافه دي كلها فانت شخص يعني هارد وركر. وانت ذات نفسك عندك الفكره، او انت عن ذات نفسك عندك الحماس جواك او الدافع جواك والعزيمه، ان انت اصلا انا خلاص انا مش ساب اهلي وبلدي وكل ده عشان اروح هناك واقعد، او عشان انا يعني العزيمه تقع يعني. لا انت اوريدي تستغل ان انت عندك دافع اصلا. وزائد زي ما قلت لك اخر حاجه، ان هو هناك برضو في حته الكتابه وحته الاحصاء بيبقى عندهم ناس بتعمل لهم الشغل ده، معظم الناس. ففي طلبه بيبقى في طلبه جزء منهم فعلا بيشتغلوا على نفسهم يطوروا الموضوع ده. وفي طلبه تانية برضو نسبه يعني ما نغفلش عنها، ان هم مش عارفين الحاجات دي بتعمل ازاي. فاحنا في مصر هنا مفيش حد عندنا يساعدنا لو الطالب ما عندوش حد في المستشفى. ما اظنش ان في كليه طب عندها بروجرام او عندها حد احصائي، ان انت الطالب عمل بحث يروح يتواصل مع الاحصائي ده يعني يعملوا الاحصاء البحث بتاعه. فاحنا كطلبه تليك انت بالتبعيه بتتعلم كل حاجه في الريسيرش من اي تو زد، هو هناك مش مطالب ان هو يتعلمها. فدي ميزه موجوده هنا في مصر، ان انت الفيلد هنا في مصر تقدر يعني تستغله، ان انت تتعلم كل حاجه فعلا، كل حاجه في الريسيرش من اي تو زد، لقيته صح وبدات تشتغل على نفسك. هي الكاميرا بس عايز تلف. بس فكنت بتكلم معاك ان هو اصلا احنا اوريدي عندنا مميزات كتيره، سواء كان الجانب النفسي وجانب الهمه والنشاط، والجانب التاني ان انت زي ما قلت لك بتقدر تتعلم في الفيلد ريسيرش في مصر في حاجات كتيره. الطالب هناك ما بيتعلمهاش لان هو مركز في دراسته، مركز بعد كده هيعمل معادله او كده كده. الطلبه برضه سواء كان في امريكا او في
في اي دوله تانية بيحتاج بعد ما يخلص دراسه طب يعمل معادله. زي كده عندنا في مصر هنا اللي هو الايه الاي كي ام ال اي ده اللي هو ايجيبشن نولج ما اعرفش ايه. بس فهو بقى ايه المعلومات الريسيرش في الجانب دي ما بيبقاش مهتم بيها قوي، الا لو هو مهتم فعلا بالريسيرش مم. هيبدا يدور ويروح ويبحث عنها. بس احنا هنا بالتبعيه انت اوريدي خلاص، انت الفيلد ريسيرش بيوديك ان انت مجبر تتعلم الحاجات دي كلها، او مش مجبر بس انت علشان تطور من نفسك لازم تتعلم الحاجات دي كلها. unless انت زي ما قلت لك في الاول فيديو خلاص، انت حد بقى مسك في حاجه واحده ما بعملش غيرها، فده يعني شخص انا يعني لا، انت لسه انت صغير، تعلم as much as you can علشان ده اللي هيفرق بعدين يعني معاك يعني. بس ففي فروقات كتيره بين الطالب يعني، وفي الاول وفي الاخر انت بالنسبه لك بالنسبه للراجل اللي بيشغلك في المستشفى سواء كان في امريكا في انجلترا في اي حته، هو 2 CV جاي له. الشخص ده عنده الادفانتج ان هو متخرج من الدوله ديت، بس انت عندك تحاول تطور نفسك بقى في الجوانب التانيه، جوانب الاكتيفيتيز اللي بتعملها، جوانب الببليكيشنز، جوانب السكورز اللي تجيبها، تكون على قد ما تقدر عاليه، الكلام ده كله يعني. وبس. وكمان في ميزه عندنا برضو ان احنا ممكن تلاقي كلينيكال اكسبوجر. انت عندنا هنا في مصر ممكن في اي حد ممكن ينزل مستشفى يتدرب فيها شويه، ياخد ورقه من المستشفى ان هو اتدرب في المستشفى دي شهر شهرين الاجازه او كده. برضو دي حاجه ممكن تزود في CV بتاعك، فاهم قصدي؟ فاحنا الموضوع التدريب عندنا يمكن اسهل شويه، هناك لازم ورقيات كتير عشان تقدر انت طالب تنزل تقف في عمليه او تشتغل او تتدرب. احنا هنا الموضوع اسهل شويه، فدي حاجه كويسه يعني. بس فيعني في حاجات كتيره ممكن تفرق الشخص يعني. لو انت عايز تبقى مختلف هتبقى مختلف، دور بقى يعني ايه ازاي تبقى مختلف. تمام. طيب تقريبا احنا كده خلصنا كل الأسئلة، وبصراحة انت وفيت يعني. شكرا ليه يا بجد، عم شكرا ان خلصنا انت كده؟ جيت اصلا. الوقت عدى بسرعه والله. لا يا عم، تحت والله امرك ربنا تحت امرك، يكرمك والله. ومبسوط اكون معاك يا اشرف. الله يكرمك. و... وايه تاني يعني، لو حد برضو عايز اي حاجه انا موجود. برضو يعني ايه على الفيسبوك، على الرقم بتاع الواتساب كله، مع كل الناس يعني اسألوا. انا يعني هتلاقيني موجود يعني، وويلنج ان انا اساعد اي حد يعني. ربنا يبارك لك والله. ربنا يبارك لك. شكرا جدا والله. هو بص، هو ممكن ما يكونش سؤال على قد ما هو يعني حاجة شخصية شوية. انت بتتعامل ازاي مع ماشي. الحاجات الضغط النفسي والحاجات دي؟ اه آه، آه، هو انا عامه شخص بحب الرياضه شويه. ف وانس ان انا ببقى ستريسد ببقى. وانا حتى عامه برضو الناس اللي بتلاقيها اشتغلت معايا هتلاقيها عارفه شويه ان هو يوم الجمعه ده يوم مقدس ما بين العيله وما بين اجازه، ده يوم اجازه فده لازم يكون موجود. لسه طبعا في امتحانات في وات ايفر يعني، بس يوم الجمعه لازم يكون في يوم اجازه في الاسبوع. وطول ما انت عندك حاطط جواك ان انا عايز اتعلم، او يعني بتبحث عن العلم سواء كان في الطب او في الريسيرش، هتلاقي نفسك مش بتزهق من البروسيس، انت enjoying البروسيس. فانت مش هتلاقي نفسك زهقان من اللي انت بتعلمه. وتحط دايما ان انا عايز، وانا دايما بحط نفسي ان خلصت دي انا عايز اتعلم اللي بعديها. فدايما انا بحب اللي انا بعمله، فاهم قصدي؟ وشايف اللي قدام ان انت بتعمل ده دلوقتي علشان انت عايز تكون هنا قدام، او هنا يعني في الحتة دي. فانت خلاص انت بتنجوي الوقت اللي انت بتذاكر فيه، بتنجوي الوقت اللي انت بتتعلم فيه حاجه جديده في الريسيرش. بس كده كده اكيد هيعدي عليك وقت، عشان طبعا ما بقاش يعني اللي هو يعني كده كده هيعدي عليك وقت انت زهقان من الريسيرش، زهقان من المذاكره، زهقان من كل حاجه. انا في الوقت ده بقى بفصل تماما عن الكوكب حرفيا، بتقفل كل حاجه. انا قافل فيسبوك مثلا بقالي قد ايه؟ بقالي مثلا هو داخل في السنه وتين او سنه ونص. فبس الماسنجر هو يعني بيبقى عشان لو حد بعت حاجه على الماسنجر. ف فهتلاقيني برضو مرة واحدة زهقت من، هتلاقيني انفصلت من كل السوشيال ميديا وكل حاجة، وقعدت لحالي لوحدي. ف مينلي أنا كائن مايل للعزلة شوية، بحب الرياضة. فهتلاقيني بقضي الوقت اللي أنا زهقان فيه ده يا إما رياضة مع الشباب بقى، كورة أو كده، يا إما بقى عزلة كده. أنت تفصل يعني، كده كده أنت زهقت خلاص، أنت بدل ما وصلت للمرحلة اللي هما بيسموها بيرن أوت، أو أنت خلاص جبت آخرك خلاص. خلاص أنت محتاج تفصل بقى، خلاص ادي لنفسك عادي يعني يوم، يومين بريك تماما توتالي من كل حاجه. وهتلاقي نفسك وانت في اليومين دول بتفكر بقى ان انا فاصل، انا دلوقتي انا بريتشارج يعني عشان ارجع قوي، مش بتفكر ان انت بقى وانت يعني اليوم اللي هتاخده اجازه تفضل بقى انا متكوم عليا كذا، ومتكوم عليا مذاكره، ومتكوم عليا كورس، ومتكوم عليا حاجات كذا. فانت مش هتفضل واخد اليوم الاجازه وتأنب ضميرك ونفسك فيه. فلا، هو خدت خلاص، قررت ان هو انت محتاج يوم اجازه، يومين اجازه، 3 اسبوع اجازه، خلاص خد الاسبوع توتالي انت فاصل عن الدنيا كلها. و...
وبس قاعد بقى يعني بتنجوي اي وقت يعني. كل واحد بقى اكيد بيبقى له حاجه معينه زي ما بقول لك بيحب يعملها، مش لاقي لها وقت. فخلاص انت وانس ان انت وصلت للمرحله دي، خلاص انت وقف كل حاجه وروح اعمل الحاجه اللي انت بتنجوي و... وتكون بقى في ذهنك اللي انا بريتشارج علشان ارجع تاني قوي وارجع تاني اكمل اللي انا شغال فيه. فهتلاقي يعني هتلاقي الدنيا يعني بقت احسن يعني. وانت زي ما قلت لك يعني انجوي البروسيس خلاص كده يعني ايه، دي اهم حاجه يعني. بس فكنت بقول لك ان هو ان كده كده هيجي وقت، ده شيء طبيعي ان كل الناس بتزهق، كل الناس بيجي لها وقت تحس بان هي بيرن اوت، خلاص انا اكتفيت كده او مقفول. فخلاص هو في الحاله ديت انت ما تضغطش على نفسك اكتر من كده، ما تدوسش على نفسك وتكمل. بس انت طبعا في الامتحانات دي ما ينفعش نوقف. فاللي علاقه بالريسيرش لا يعني خد لنفسك يوم يومين ثلاثه، افصل شويه. وبرضو انت كده كده يعني الدنيا مش كلها اب ويعني، فاكيد لازم في داونز، ولازم كل شويه بروجكت يفشل ما يكملش، حاجه كنت تحاول تتعلمها مش عارف تتعلمها، حاول تسال الناس اللي حواليك. برضو ممكن تبقى محاط بناس مش هيلفل، حاول تدور على ناس هيلفل، حاول تدور على كورسات. فهي الدنيا كلها مش زي ما بيقولوا يعني وردي وجميلة كده كده، لازم تشتغل على نفسك. هو المجال الريسيرش عايز حد يكون عنده صبر، يكون عنده العزيمة، ويكون دايما عايز يعرف أكتر، دايما عايز يتعلم أكتر، دايما بيشتغل على نفسه. وزي ما بيقولوا دايما يعني إن هو ليس كل ما يعني اسمه إيه، ليس كل ما يتمناه المرء ويدركه يعني، فاهم؟ وستجري الريح بما لا تشتهي السفن يعني. بس فبس كده، فدي نصيحتي دايما يعني. وده اللي انا عايز اقوله لحد برضه لقى ان هو سؤاله ما نجاوبش في الفيديو، يبعت لي. انا دايما موجود، دايما برد بسرعه على كل الناس يعني على قد ما اقدر. وبس كده، مبسوط إن انا كنت معاك اشرف يعني. والله أنا مبسوط جدا جدا إن أنا كنت معاك. أنت عارف أنا من كام يوم كده كنت بكلم واحد صاحبي، فكنت بقول له نفس البيت، هو برضه كان متضايق وأنا كنت متضايق، فكنت بقول له يعني ما كل ما يتمناه المرء مدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فهو ايوه. رد عليا رد يعني صدمني صراحة. قال لي تجري الرياح كما تمام. تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. تمام. بص هو كان مش عارف هو جابها آه، امتى، جابها بسرعة ازاي كده، بس هو تقريبا كان حافظها فعلا يعني. حلو. بص انا خلاص. مبسوط جدا 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 ان انا كنت معاك، وبجد بجد سلم شرف لي ليا. على يعني اي حد تلاقيه آه، شارك في انك يبني شخصيتك، يعني والدك والدتك اخوك حتى. سلامي ليه بصراحة، والله انت شخص جميل وان شاء الله ربنا ربنا يوفقك يخليك. وربنا ينفع بيك والله. يا رب. انا يعني ومبسوط إن كنت بص انا معاك. شكرا للفرصة اللي شاهين اداها لي بصراحة ان انا قابلتك يعني، شكرا بجد. أحمد شاهين، هو أحمد شاهين يعني من الناس اللي أنا بحبها وبعزها، ودايما بلجأ له، إن هو يعني بسم الله ما شاء الله يعني عنده خلفية كبيرة في الإحصاء وفي البحث العلمي عامة يعني، فدايما بلجأ له. دايما هو من اتنين تلاتة كده زي ما قلت لك كده، هو أنس الجندي في القصر العيني، وأحمد شاهين يعني اسكندرية، وصديق ليا في عين شمس. فهم دول هم يعني المين ريفرنس بتوعي، ودايما بتعلم منهم يعني كلهم. فدايما اتعلم، مفيش عيب من التعلم يعني. اي حد يعني ممكن حد اصغر مني عارف حاجه بروح الزق له لحد ما اتعلمها. اكيد اكيد بس والله. ف... آه، فانا مبسوط على الفرصه بتاعت شيرين ان هو عرفنا عليك وان انا كنت معاك، وهوبفلي يعني ان شاء الله الفيديو يكون مفيد للناس، ولو حد برضه تاني محتاج اي حاجه انا موجود. ان شاء الله، شكرا. السلام عليكم. مش مع السلامه.